بالعدل تناقش. معانا مداخلة من الأستاذ أو الأخ إسحاق. أخ إسحاق إسحاق إيه؟ إسحاق إبراهيم. إسحاق إبراهيم، مرحبا يا أخي، اتفضل. يا أهلا. أهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله دلوني على الطريق. أنا وأختي عاوزين نعتنق الإسلام. الله أكبر. الله أكبر. أبويا وأمي رافضين، لكن أنا وأختي على قناعة كاملة بدين الإسلام. الله أكبر. وأنتم ذكرتم أنهم دين الفطرة، استشعر في وجداني أنه فعلا دين الفطرة. الله أكبر. الله أكبر. نسأل الله أن يعني يهدينا ويهديك إن شاء الله. الطريق بسيط جدا يا أخي الكريم. الطريق حضرتك هتقول ورايا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى رسول الله، وأشهد أن عيسى رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. مبارك عليك الإسلام يا أخي الكريم، وبارك الله فيك وثبتك الله، ونسأل الله الإجراءات. طيب بالنسبة للإجراءات يا أخي الكريم، إن شاء الله يعني كان الأول طبعا يعني كان في إجرام وكده. الأمور النهاردة يا أخوانا للجميع، كل من يريد الدخول في الإسلام تمام، أول حاجة ينطق الشهادة ويشهد الله عليه، ويشهد بعض الإخوة المسلمين على دخوله في الإسلام. الشهادة ده بكل قلب وبإخلاص. يا رب يتقبلك الله ويتقبلنا ويستعملنا ولا يستبدلنا. أشهد الله أنها خالصة لله. يعني عشت في ضلال يا سيدي. الحمد لله. حياتنا في ضلال والله العظيم. حياتنا في ضلال والله العظيم. ربنا يهدي. ربنا يهدي. مش عاوز أعرف أقول لك والمسيح مرة ثانية خلاص. أقول ورب المسيح حياتنا في ضلال. الحمد يعني حياتنا في ضلال ورب المسيح ورب العرش العظيم. نعم نعم الحمد لله. أخي الكريم إن شاء الله بإذن الله حضرتك ممكن تتواصل مع صفحة ائتلاف دعم المسلمين الجدد، اسمها الصفحة الرسمية لائتلاف دعم المسلمين الجدد. وممكن المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير. أيوة. وفي قناة المخلص. قل لي على حاجة سهلة أروح أخلص إجراءاتي إذا. طيب حضرتك بعد إذنك يعني إحنا معانا تليفونك، وأنا هاخد الرقم بإذن الله بعد الحلقة من الكنترول، وهتصل بيك إن شاء الله يا أخي في الله يا إسحاق إبراهيم. بطاقة قبل أن أموت أنني مسلم الديانة. الله أكبر. الله أكبر. وسيا لله، وأنا بريء مما يدعون أن الله ثالث ثلاثة. الله أكبر. والله براءة الذئب من دم ابن يعقوب. الله أكبر. قسما بالله إنهم في ضلال، وهم يعرفون أنهم في ضلال. لا إله إلا الله. ربنا يهديهم. أقسم لك أنهم يعرفون أنهم في ضلال، وهذا قسم أحاسب عليه أمام الله يوم القيامة. نسأل الله الهداية لنا ولهم إن شاء الله. جلستنا في الكنيسة بحس إن هم في ضلال. طيب أخي الكريم، يعني هل تسمح لي علشان ممكن دلوقتي يقول لك إيه ده جايب واحد مسلم قريبه يعمل المكالمة دهيت علشان يضحكوا علينا، هل من الممكن ان احنا اتصل بحضرتك وناخد البيانات ونبقى نقولها بعد كده؟ والله ما اعرف سيادتك ولا اعرف اي حد في البرنامج قسما بالله. طيب الله يبارك فيك ويثبتك الله، وابشر بالبشرة دي يا اخي ان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة المسلم فقط يحاسب، المسلم بس هيبقى فيه ميزان لحسناته وسيئاته، غير المسلم مش هيتحاسب، ده هيتاخد كده ايه سكته دغري على طول خط لزق. ففي حسابك ان شاء الله باذن الله كل ما كان قبل الاسلام في كفة السيئات، وبعد الاسلام هيبقى في سيئات وحسنات. اول مكافأة من الله سبحانه وتعالى ان يأمر الملائكة ان ياخدوا حياتك السابقة كلها اللي كانت في كفة السيئات، ويقول لهم يأمر الملائكة ان المجموع ده كله مش يترمى ولا يتمسح، لكن يحول هذا القدر بالكامل من كفة السيئات إلى كفة الحسنات، ودي أول مكافأة من الله سبحانه وتعالى للعائد من للإسلام إن شاء الله. فكفة سيئاتك حاليا فاضية الحمد لله. تمام؟ أبويا وأمي خايف عليهم يا أستاذ. نعم يا أخي. أنا خايف على أبويا وأمي.
يعني ندعو الله لهم بالهداية، ونتمنى من الله كما هداك وكما هدى الآخرين وكما هدانا، ونتمنى من الله يعني أن نكون من المهديين إن شاء الله. نرجو الله سبحانه وتعالى ونسأل المولى عز وجل أن يهدي لك أبوك وأمك ويدخلهم في الإسلام إن شاء الله. أحسن معاملتهم يا أخي، وأكرمهم وعاملهم بالحسنى قوي قوي قوي، وخليهم يشوفوا صورة جديدة غير الصورة اللي كانت إن شاء الله يمكن ما كانتش وحشة، بس يشوفوا صورة جديدة. الإسلام عمل فيك إيه؟ حاول معاهم واصبر عليهم، اصبر قوي. والله أكم من حالات كثيرة أسلموا بعد يعني عناد طويل وزمان طويل وفي أعمار كبيرة. اصبر عليهم. ويعني أقول لك إيه، مش عارف والله. إحنا المعتاد إن اللي بيدخل في الإسلام بيقوم كل الناس اللي حوالين منه يحضنوه ويباركوا له ويهنوه على الدخول في الإسلام. فيعني خد أحضاننا على الهواء إن شاء الله، وثبتك الله وهداك الله وهدانا جميعا. يا أمي ما عدا أبويا وأمي. إن شاء الله ربنا يهديهم يا رب بإذن الله، ربنا يهديهم لك بإذن الله يا رب. ادعي لهم يا شيخ يدخلوا في الإسلام يا رب، يا رب يدخلوا في الإسلام إن شاء الله. عليك الآن بقى إنك تخش تاخد يعني حمام كده، هو تغتسل بنية الطهارة من كل ما كان من ذنوب سابقة، تمام، وبنية الدخول في الإسلام. وأول ما تاخد حمامك إن شاء الله تشهد بأن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ونبيه ورسوله. نسمع الشهادة منك كمان مرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى هو رسول لله وهو نبي من أنبياء الله صلى الله عليه وسلم، وليس ابنا لله، هو عبد من عباد الله الصالحين، خلقه الله بقدرته، لا إله إلا الله، نعم، واصطفاه، لا إله إلا الله، كما اصطفى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم، وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. برئت من كل دين يخالف دين الإسلام، آمين. هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها منذ آدم وحتى قيام الساعة. برئت من كل دين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.